ريال مدريد يضع عينه على جوهرة نادي أياكس الهولندي. نجم ريال مدريد يتعرض للإصابة ويغيب أمام قادش. كارلو أنشيلوتي يستعيد ورقة هامة في مواجهة بايرن ميونخ. سيبايوس يتوصل لاتفاق بشأن الانتقال إلى أتلتيكو مدريد. السلام عليكم متابعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتكم مع الرياضة. ثانية من وقتكم، وادعمونا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة، واكتبوا هلا مدريد في التعليقات لأعرفكم أيها المدريديستا. شكرا لكم جزيل الشكر. ينافس الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد على الفوز بجائزتين هذا الأسبوع في دوري أبطال أوروبا، بعدما تألق أمام بايرن ميونخ الألماني وسجل هدفين في تعادل فريقه بنتيجة هدفين لكل فريق في ملعب أليانز أرينا في ذهاب نصف نهائي الشامبيونز ليج. وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ويفا عبر موقعه الرسمي عن ترشح فينيسيوس جونيور لنيل جائزة أفضل لاعب في الأسبوع بدوري الأبطال، ويتنافس مع فينيسيوس جونيور لاعب واحد فقط لنيل الجائزة، وهو ماتس هوميلز مدافع فريق بوروسيا دورتموند الألماني الذي ظهر بحلة مميزة وساعد فريقه على الانتصار أمام النادي الباريسي بهدف دون رد في ملعب سيغنال إيدونا بارك بالدور ذاته. فينيسيوس جونيور سجل هدفين من 4 محاولات على مرمى البايرن، وتميز بسرعته في الميدان، في حين افتك هوميلز الكرة في 4 مناسبات بالتزحلق واستعادها في 9 مناسبات أخرى. ودخل فينيسيوس جونيور المنافسة على جائزة أفضل هدف في الأسبوع بعد هدفه الأول الذي سجله في مرمى البايرن بالدقيقة 24 من مسافة 15 مترا بقدمه اليسرى، ويتنافس على الجائزة مع الثنائي ساني من طرف بايرن ميونخ ونيكولاس فيلكروج نجم بوروسيا دورتموند. تعرض متوسط ميدان فريق ريال مدريد تشواميني للإصابة قبيل المباراة القادمة، ومن المنتظر أن يغيب عن المباراة في الدوري الإسباني أمام قادش. النادي الملكي عاد للتدريبات بعد التعادل مع بايرن ميونخ الألماني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بهدفين لكل فريق في ملعب أليانز أرينا. ويستعد الريال لمواجهة قادش يوم السبت القادم في ملعب سانتياغو برنابيو. ولم يتمكن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي من الاعتماد على تشواميني في الحصة التدريبية، حيث يعاني اللاعب من إصابة على مستوى القدم اليسرى منعته من المشاركة في المران. وبشكل مبدئي لا تبدو إصابة تشواميني قوية، لكن كل شيء يشير إلى غياب اللاعب عن مباراة قادش، وأنه سيكون جاهزا للعب ضد الفريق الألماني يوم الأربعاء القادم في مباراة الإياب بدون أي مشاكل. وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن تشواميني كان يعرج مع شعوره ببعض الآلام، إلا أن فكرة تواجده أمام قادش ليست مستبعدة في حال احتياج أنشيلوتي للدفع به في المباراة، لكن تجهيزه لموقعة البايرن ميونخ هو الأمر الأكثر منطقية. كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مصير داني سيبايوس لاعب خط وسط فريق ريال مدريد. اللاعب صاحب 27 عاما يملك عقدا مع النادي الملكي حتى يونيو 2027، وارتبط بالانتقال إلى صفوف ميلان الإيطالي في ظل عدم مشاركته بشكل منتظم مع الميرينجي. وقالت صحفية الدسمارك الإسبانية إن سيبايوس لديه بالفعل اتفاق مسبق للتوقيع مع أتلتيكو مدريد. وأضافت الصحيفة الإسبانية أن لاعب خط وسط ريال مدريد حريص على الرحيل عن الميرينجي. وتابعت الصحيفة الإسبانية أن نجم خط وسط الفريق الملكي يعد أحد أولويات الروخيبلانكوس في الصيف القادم. وواصلت الصحيفة الإسبانية أن ميلان يرغب في التعاقد مع سيبايوس على سبيل الإعارة وليس بشكل دائم. وكان النجم الإسباني قد شارك في 22 مواجهة مع الفريق الملكي بكل المسابقات منذ بداية الموسم الحالي، حيث سجل هدفا وحيدا وصنع مثله. وكان سيبايوس قد عاد إلى صفوف الميرينجي في صيف عام 2021 عقب نهاية إعارته مع أرسنال الإنجليزي. يستعيد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد ورقة هامة في مباراة الإياب ضد بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل. النادي الملكي يستقبل البافاري في معركة العودة بملعب سانتياغو برنابيو،
بعد التعادل بنتيجة هدفين لكل فريق في مباراة الذهاب في ملعب أليانز أرينا، والتي عرفت غياب الإسباني داني كارفاخال. ظهير الريال لم يتمكن من التواجد في مباراة الذهاب في ميونخ بعد الحصول على ورقة صفراء في مواجهة الإياب أمام مانشستر سيتي، ما جعله يغيب للإيقاف الإداري للبطاقات الصفراء. وعوض كارلو أنشيلوتي غياب كارفاخال أمام البايرن بالدفع بلوكاس فاسكيز الذي وصل للمباراة في حالة جيدة، لكنه لم يكن في الموعد أمام جمال موسيالا ولم يعش أفضل لحظاته في أليانز أرينا. ولحسن حظ أنشيلوتي أن كارفاخال الذي يملك خبرة أوروبية كبيرة سيكون حاضرا في مواجهة الإياب، وقبل ذلك سيكون لديه القدرة على الظهور في مواجهة قادش يوم السبت القادم في البرنابيو، وهي مباراة قد يعني الفوز بها تتويج الريال بلقب الدوري الإسباني، شريطة تعثر برشلونة أمام جيرونا في نفس اليوم. يضع نادي ريال مدريد عينه على التعاقد مع جوهرة نظيره الهولندي أياكس أمستردام غوريل هاتو في الفترة المقبلة. النادي الملكي يسير وفقا لخطته الموضوعة في استقطاب الجواهر الشابة من مختلف الملاعب الأوروبية واللاتينية للحصول على تشكيلة للمستقبل. ويراقب الريال المدافع الهولندي الشاب الذي يبلغ من العمر 18 عاما بعدما جذب أنظاره في أكثر من مناسبة. ووفقا لشبكة برنابيو ديجيتال الإسبانية فإن غوريل هاتو يجيد اللعب في خانة الظهير الأيسر. وعلى الرغم من إعجاب الميرينجي باللاعب إلا أنه لن يتحرك في الوقت الراهن للحصول على خدماته في ظل تركيز الإدارة على جلب ليني يورو من الدوري الفرنسي. وظهر هاتو بصورة طيبة مع أياكس رغم عيش الفريق موسما صعبا يحتل خلاله المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المحلي حتى الآن. ورغم صغر سنه شارك هاتو في 44 لقاء مع أياكس بكل البطولات، وسجل هدفا وصنع 3، ويرتبط مع إدارة ناديه بعقد ينتهي في يونيو 2022، ويبلغ سعره في سوق اللاعبين نحو 22 مليون يورو حسب تقدير شبكة ترانسفير ماركيت. ويتواجد اللاعب في الوقت ذاته في مفكرة بحث عدة أندية أوروبية من بينها باير ميونخ الألماني. إن أعجبك هذا الفيديو لا تنسى عمل لايك والاشتراك في القناة.